أهلا بكم من جديد في أجرأ الكلام. نتابع هذه الحلقة مع الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأزهر، والدكتور إسلام البحيري رئيس مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة اليوم السابع. مش نص ديني اسمه رئيس جمهورية. لا طب قول لي النص اللي يمنع نائب الرئيس المسيحي يبقى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين تاني الكافرين؟ لا ده مش طبيعي. ايه تطلع الفاصل؟ تأدب بأدب الحوار يا عم انا بتعلم من ادبك. الحمد لله الحمد لله. طالما ادبك انا هتكلم لا صلة لك بالادب لا من قريب ولا من بعيد. انت والله العظيم ثلاثه اللي مصر كلها تشهد انت ما تعرفش ذره ادب ولا عندك ذره ادب ولا حامل ايمان ولا حاجه خالص يا راجل. نحن تكلمنا في كل العالم كله يشهد عليك الحمد لله. والله تكلمنا لا ما تعلمش من تكلمنا في كل شيء. الجزيه نسينا الجزيه. الجزيه تكلمنا عنها كمان. بيقول لك يخرجوا من الجيش. هو فاكر نفسه فين؟ انت فاكر نفسك فين؟ انت معاك الحصان بره؟ تأدب بأدب الحوار وإلا سلقتك بلساني. بلا تسلق بلا بتاع. أنا أتأدب قدر طاقتي وأتحدى وانا كمان ماسك نفسي قوي ان انا اجي على مثلي. ده انا جاي على هموت. انت هتموت والله ما يعني. يشرفني الجلوس عشان اقعد معاكش. انت اذيت كل الناس والله ما يشرفني الجلوس معك. انت ما خليتش حد ما شتمتوش. ما يشرفني الجلوس مع امثالك. في واحد ما يشرفني واحد من شيخ الازهر لعيني اي حد بس يوسف اجيب. الجزيه انت بقول لك بس سؤال معلش. سل اجيب معلش الجزيه الحدود اتفضل. ده ثواني هو اخر حاجه بس هو ما ردش عشان الوقت الله يكرمك. هو ما ردش على الامام المتغلب بالسيف. ده السؤال المهم اللي قالها رد عليه. رد عليه الحدود او امامات الوقت الله يكرمك. قول له الامام المتغلب بالسيف لازم نسمع كلامه. يعني جبهه الانقاذ لو اتغلبت على مرسي بالسلاح لازم نسمع كلامه. قول له ده نص ديني. لو كان لها البلاد والعباد. طب ده ايه؟ نص على نص بس اقرا كله. طب اقرا افهمه. طب افهمه انت قرأته غلط. طب رد بس قول لي انت الصح. من تغلب على حاكم ظالم ودانت له البلاد. اي حاكم ما تقولش ظالم. هو قال الحاكم. طيب من تغلب ودانت له البلاد والعباد وجبت له. يعني دلوقتي جابت الانقاذ لو دانت ليها البلاد والعباد مفيش قتل ليها، هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه. قول بس لو دانت لها البلاد انا مبسوط بيك جدا. انت بس عظيم. يجب على الحاكم قتلها ان خرجت عليه. لا سيبك من الكلام ده بقى خلاص. ما هو مش هتقتله ده هيغلبوه. ما تاخدش نص بقى وتسيب نص. هم هيغلبوه ما تاخدش نص وتسيب نص. اياك والتدليس. بس انت قلت كلام ان هم لو اتغلبوا عليه بالسيف. ده كلام اهل العلم مش هم. جابت الانقاذ اتغلبت اهي ودانت لها البدايه. قلت والله لن يكون. بس كده. مصر اسلاميه ان شاء الله ولن يكون. انا بكلمك عن كلام اهل العلم. مصر مسلمه. هي مسلمه غصب عنكم. ده انتوا اللي هتضيعوا الاسلام منها والله العظيم. اتق الله وتأدب والا سلقتك بحد لساني. وانا امسك نفسي قدر طاقتي. انت طول النهار في السل؟ لانك تستحق هذا. وانا ما عنديش لسان؟ لا تصمد امامي. تحت الهوى هوريك السموم. تحت الهوى هوريك السموم. تحت الهوى والله تأدب. تحت الهوى والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء البس. انت يا عيني اتدمرت للدرجه. والله لي حذاء البس. هي دي اخلاقكم. هي دي اخلاقكم. لي حذاء البس. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها. بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان دليلك راح. سلني اجيب. رجع سلني اجيبك. ما خلاص بقى احنا اللي عايزينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي انت ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولة حق. انت ضعت شيخ محمود. انت ضعت يا اخي. تأدب والله العظيم. والله لن اسكت لك. والله انت ضعت. وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك اوريك نوع تاني من الهزيمه. تأدب والله. اوريك صدقني نوع تاني والله تأدب. بس تحت اول ما يطفي النور. عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش قلت ايه؟ اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام. انا هوريك المعصيه في الظلام. لحظه يا اخي تأدب والا قمت لك. اتأدب انت واحترم نفسك. ده انت مسكت جزمتك يا راجل. ده انت ما عندكش ذره اخلاق. حد يعمل كده والله لا تستحق الا هذا. صح وانا هوريك هتستحقه بس اوسخ من الجزمه شويه. لحظه اتفضل. خلاص انا اللي عايزه على فكره. لا انه عم نتكلم بالدين ووصلنا اهو. معقول. اتفضل سؤالك عشان عاوز امشي بعد اذنك. عندي موعد. ايوه واخرتوني ساعه عن موعدي. الانقاذ تخرج وقال كل حاجه. خش بقى اللي بعد. ما قلت هذا يا مدلس. التلفزيون موجود. ما قلت هذا يا مدلس. الشريط موجود. لكن في اسلامك الذي تعلمته يباح لك ان تجلس مع امراه متبرجه؟ طبيعي لاني لا يباح لي ان اسال الناس عما يفعلون. هي متبرجه امامك. طب والذي لا يصلي تسأل عن مكنونها في قلبها. ما تزعقش يا شيخ محمود. الذي لا يصلي تجلس معاه ولا لا؟ لا تدلس في الحوار. كلمة واحدة. هي لا تحتاج سؤالا. لا المتبرجة لا تحتاج سؤالا. واحد أعلن قدامك إنه لا يصلي تجلس معاه ولا لا؟ يا أخي أجلس. الصلاة أكبر من الحجاب. أباح لنا ربنا أن نجلس مع الكافر. كل واحد الكافر شوف أخلاقه الأول. يا أخي اتق الله لا تدلس. الدين ده منين؟ أرد على سؤالك؟ ما هي طبعا ما فيش. أرد على سؤالك؟ اتفضل.
أباح لي الله أن أجلس مع الكفرة كويس. ومع النصارى ومع اليهود وأن أحاورهم مسلم. والمسلم العاصي أجلس معه طب ليه ما تجلس مع امرأة والملحد متبرجة؟ أجلس معه. امرأة متبرجة لا أجلس معها اشمعنى دي؟ لأن النظر إليها حرام كمان؟ إنما الكافر النظر إليه ليس حراما. متاكد؟ طب ما تغض بصرك. والمشاهد لن يستطيع يغض غض بصره. بصر. لا لا لا, لا. هذه إعانة على بس معصية. عايز تحكم على الناس في افعالهم قبل ما تقعد معاهم؟ انت جبت الدين ده منين؟ الفعل ليس قبل الجلوس وإنما واضح. ده طيب نكمل بس. لا ده في حاجه مهمه أنت جدا. تطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطعن في سنة النبي ما قالش حبائل تسخر من الشيطان. حديث النبي. النبي ما قالش حبائل الشيطان. طيب الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا لا يجوز؟ انا هجاوب عنك. لا ما تجاوبش، انا اللي جاوب. صحيح مسلم. ما تجاوبش. لا انا لازم اقول. انا اللي جاوب. لو سمحت سألت وانا اجيب. وطي صوتك لو سمحت. يا دكتور يا استاذ صوني بعد اذنك. لا انا هقول له بس عشان يا استاذ صوني بعد اذنك. انا هقول له النص عشان يجاوب عليه. الحوار له ادب. تسأل اجيب. مش انت اللي بتدير الحوار، توني اللي بيدير انا الحوار. بسأله. وطي صوتك. مش انا بدير الحوار. خليه يجاوب. اتفضل. الخروج على الحاكم الظالم بالاحتضاب عمل معروف. باتفاق اهل العلم من علماء اهل السنه الحاكم الكافر كفرا بواحا يجوز الخروج عليه بشروط مبارك خمس. كافر؟ يا اخي اسمع يا اخي. طب لا تقاطعني. كويس. الحاكم الكافر يجوز الخروج عليه بشروط 5. 1 أن يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. 2 أن نقيم عليه الحجة. 3 أن نكون قادرين على إزالته. 4 أن نكون قادرين على تولية صالح مكانه. 5 أن ألا يترتب على الخروج عليه شر أشر من بقائه. اوكي خلي بالك ان هو ما قالش الراي ده غير لما انا قلت له ان هناك لا يجب ان نخرج على الحاكم الظالم. هو في الاول قال لك يكفي ان مبارك ظالم نخرج عليه، دلوقتي رجع في كلامه وقال لا ما برجعش في كلامي لو سمحت. الناس شاهده. ما تتكلمش عليا لو سمحت. ما تقاطعنيش. بتعرف انت في ما العربي؟ تجيبش سيرتي عشان بتعرف في العربي؟ انت ما بتعرفش. اسكت. تعلم ادب الحوار لا اقاطعك. لحظه خلينا نحافظ على لياقه. ما هو بيقاطع في كلامه. ما تجيبش سيرتي ما اقطعكش. يعني ما جبتش سيرتك انا بلاش لا تتهمني بباطل. اسكت. المهم ما جابش سيره الحاكم الظالم ده عدم الخروج عليه خالص غير لما انا اتكلم. يا اخي ده حكم شرعي. وبعدين قال لك ايه بقى في النهايه بقى خلاصه الكلام، قال لك الجمهور على اننا ما نخرجش عليه، يعني الخروج على مبارك كان باطل ومعمولي على باطل فباطل، فاصلا حكم مرسي كله باطل، والا بقى يا اخي ما ندخلش الدين في قلت حته. هذا قلت المساله فيها رايان. الغالبيه العظمى وهذا راي اخر ليس اجماعا. يعني انت على اني راي؟ قلت الاقل ينتقد به الاجماع. انت على رايي. ما صلتك بي؟ لا اله الا الله. ما احنا بنناقش اراء مين؟ ما صلتك بي؟ احنا بنناقش اراء مين؟ انت تتكلم في باطل تدعيه. انت بتناقش. احنا بنناقش اراء مين غير ارائك اللي حضرتك طلعت قلتها وقلت حكمهم القتل. فرد عن نفسك. انت مع اني راي؟ بالفساد والافساد واسقاط الرئيس. لا يجوز الخروج على مبارك بالنصوص الدينيه اللي في صحيح مسلم اهي، حتى لو ظالم. هناك راي اخر يقول بجواز ذلك. راي واحد ولا الاجماع؟ لا هنا لا اجماع. لا ما في اجماع والله لا اجماع. انا ما شاركت في الخروج. طب نسيت. انتوا ما شاركتوش، خدتوا الكريمه بس. خدنا الكريمه. النتيجه. طيب طب تسمع يا حبيبي في صحيح مسلم اعلمك حاجه لله يا اخي الفاضل. قول لي باسمي. انا مش حبيبك لما اقول لك حبيبي بقول لك انساه. قول لي يا استاذ يا اخ. بس خليك متقدم. يا اخ كمل. انا اعلم الدنيا الادب. طيب يا سيدي الدنيا عارفه ادبك الحمد لله. الحمد لله. ادب الذي لا تعرفه انت. طيب يا سيدي احترم نفسك عشان انا عايز اكمل. ادب بادب الحوار. انا ممكن اقول لك كلام تحت الهواء. انا اتادب معك. فاهم؟ تحت الهواء ممكن ابسطك جدا. لان هذا خلقه. اما هذا الذي تقوله ليس خلقه. الحمد لله مفيش فرق عندك بين تحت الهواء وفوق الهواء. لا على الهواء. ليه؟ لانني محق. صح. لأنني لا أتلون. لأنني لا أتلون. ليس لي 100 وجه مثل أناس كثيرين. وحمضين مش راجل. لا أتلون. كلهم مش رجالة. ما أنت قلت حمضين أهو. ما أنت اللي بتقول ده كلامك. أنا ما قلت حمضين. أقسم بالله قلت حمدين. وإبراهيم عيسى أبو حمالات. أي حد عندك إبراهيم عيسى سخر من كتاب الله عز وجل. لما قال ما أغنى عني سلطانية 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 سلطانية، أليس سخرية من آية في كتاب الله؟ هو كده من كتاب الله ولا من اللي كان يستخدم الآية أصلا؟ يا راجل اتق الله. يقرأ آية ويسخر يعني إبراهيم عيسى كافر؟ سلطانية كافر ساخر من كتاب الله. كافر. لا تكفير المعين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. سيبك من تكفير معين. القول ده كفر. من يسخر من كتاب الله كفر. من يسخر من رسول الله بس من يسيء إلى كتاب الله كفر. من يسيء إلى رسول الله كفر. من يسيء إلى دين الله كفر. بس المعين ليس كافر. ربنا لما يقول ألا إنهم هم السفهاء، ربنا كشف عن قلبه وعقله وعارف إنه سفيه. لكن أنت مين؟ انت مين اتق الله. اتق الله. ما أنا بقول اتق الله. اتق الله. القرآن يرد. انت مين عشان تقول على حد سفيه؟ فرد القرآن عليه. انت مين عشان تقول على حد سفيه؟ تعرف منين ان هو سفيه؟ بالافعال يا اخي. يا راجل على كده بقى والله لا صلة لك بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. والله لا صلة لك بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. على فكرة انت في الاحوال العادية مفيش يا حبيبي يا اخي الفاضل، مفيش حاجة اسمها. كم
انا مش حبيبك، بفكرك رابع مره، مش معقوله بتنسى. ولا يشرفني هذا. طيب يا سيدي ما تقولهاش تاني. ولا يشرفني كمل هذا. بقى كلام. انما من ادب الذي تعودت عليه اقول لا كلمه هذا. حبيب مش ادب. كمل. مفيش حجر على السفيه حضرتك؟ لا مفيش حاجه على السفيه الا بشهاده المحكمه، لكن انت مين عشان تقول على شهاده سفيه؟ المحكمه عباره عن ايه؟ لا بتاخد بايه؟ ده قاضي، انت مالك؟ بتاخد انت بواقع؟ ده قاضي، مش ده قاضي له انتظر قرائن يا أخي، رد وادله يا أخي. وشهود. يا أخي رد. لكن انت مين؟ مش انت بتاخد اي حد بظاهر عندك سفيه. بأفعال؟ انت لا انت كشيخ الازهر قلت لازم يمشي دلوقتي استماره 6، ما قلتش استماره 6؟ قلت نتمنى من الله وقلت ان هو لا يريد اسلاما ولا شريعه. قلت يا اخي الفاضل. طب ده الازهر اللي انت عايز نريد أن تحتكمه في يكون جامعه شيخ. الانقاذ. خلاص جابت علماء، ناس محترمه علماء. احسن من شيخهم. طبعا. يا ده انت في رائع. هيئه كبار العلماء من هو اعلم من الدكتور الطيب؟ ده عظيم جدا، وعلي جمعه يغور في داهيه. طيب نرجع بقى للي هو قاله. انا موافق والله بقى انت لحل لا العقد. تعرف ما اقول. صحيح، برافو عليك. لو كنت طالب علم شرعي ما هو انا لو لعلمت ما بص، اقول. انت في الظروف العاديه تبقى عندي طالب وطالب خايف في المحاضره، بس انت معلش. والله لا يشرفني طيب. ان تكون طالب علم شايفني علم. اشوفك اصلا في المحاضره معدي. ولا انا. نكمل بس الكلام. بص، ولو خرج رجل على الامام فقهره، يعني لو جابت الانقاذ خرجت على مرسي وشالته من قصر الرئاسه رميته بره، خلاص، فقهره وغلب الناس بسيفه حتى اقروا له واذعنوا بطاعته وتابعوه، صار اماما يحرم قتاله بالنصوص الدين. يحرم مش يحرم. يحرم يا تعرفش سيدي. تقرا. خلاص، لا انا بعرف اقرا كويس احسن والله ما منك. بتعرف تقرا. بالنصوص اللي هو جابها. والله جابت قرأت الإنقاذ خطأ. حقها تخش قصر الرئاسه، تشيل مرسي بره اتق وتغلب الله الناس اتق الله بالسيف. اتق الله. انت دي نصوص. تدلس. والخروج عليه. والله فإن ما عبد الله- فهمت بص ما بقى المثل. تقرأ. بص بقى المثل. والله لا تفهم لا هو ما هيشرح تقرأ. لك المثل. ولا تجيد ان تقرا. طب اشرحه لنا انت. والله ما فهمت. طب قول انت. انا اشرح. بقول لك انت مش فاهم حاجه. لا انا مش فاهم، عايز اتعلم منك. انت يلا. بتقول يجوز لجبهه الانقاذ ان تدخل وتفعل. لا. هذا باطل. لا ده جبهه انت الانقاذ قلت عملت كده. يجوز. جبهه الانقاذ عملت زي ما ابن قدامه كده بيقول، ان خرج رجل على الامام وقهره بسيفه وطلعه من مكانه وقال انا الامام. انت هاجمت عفوا دكتور، انت هاجمت دكتور اسلام ويعني ولمته انه ليس ملتحيا. الاسلام ده امر الرجل ان باللحيه. هذا ليس من علامات المروءه. في كتب العلم في السلف يعني، لكن هذا مما عمد به البلوى دلوقتي. وده ما فيش اراء فيه مختلفه ولا ده اجماع؟ مما عمد به البلوى دلوقتي. لا سيبك من محمد بيه بلوى، ده لو اجماع. انت طالب علم هتفهم انا بقول اجماع. ايه. ما هو بص، احترم نفسك، انا بكلمك باحترام اهو. فانا وانا اسات الادب اليك دلوقتي. ما انت بتقول لو طالب هتفهم ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ عارف يعني ايه من محمد بيه البلوى الاول ولا لا؟ عموم البلوى دي سيبك منها دلوقتي. انت عارفها طيب؟ لا معلش، هبقى اتعلمها منك. رد على اللي انا بقول لك مش عليه. فاضي والله اعلمك. لا ما انا مش هاجي لك انت ابدا. انت قلت كافر دلوقتي، انت عارف لو في مسيحي دوله نسبة إلى المسيح، أما نصراني فملته اسمها النصرانية، سماهم القرآن نصارى. انت بقى على الاسم ليست ده. إساءة. لا انت على الاسم هي ده. نصراني. ما تعرفش ان هو مواطن بالراحة بس. نصراني يعني شتيمة؟ لا وحشة؟ انت تعرف ان هو مواطن. رد على الأول. لا مش شتيمه. طب تعرف ان هو الحمد مواطن. لله، لا يفتكر إن أنا بشتم. لا تعرف ان هو نصارى يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله. مالكش دعوه بالنص. انت هتناقش. الراجل نصراني يا عم انت قدامنا اهو. مالك؟ انا بكلمك دلوقتي على وطن اسمه مصر. انت قلت كافر ورجعت قلت لا. طب القران خاطبهم ما قلتش لا. ما تقوليش أنا قلت لا. القران يا حبيبي القرآن قال من معتقده كذا فهو كافر. مالناش دعوه بده بقى. هو لما خاطب اهل الكتاب، عشان هو ربنا علمكم الادب بس انتوا مش عارفين تتعلموه منه، قال يا اهل الكتاب ولا قال يا كفار؟ يا أهل الكتاب. طب ما ليه ما بتقولش زيه؟ ما تقولش ان لا ولايه لكافر على مسلم؟ لا ولاية. ليه ما تتقدمش بادب ربنا؟ ها لا رد. ولاية لإيه؟ لكافر على مسلم. انت قلت كده دلوقتي عن النائب بتاع الرئيس. ما هو كافر كافر ولا اهل كتاب؟ انت مين فيهم يا عم؟ اهل كتاب كافر. اهل كتاب نزل كافر مع بعض. عليه كتاب. اهل كتاب نزل عليه كتاب معتقد وهذا يصبح كافرا. طب في كده في القران ان هو اهل كتاب وكافر؟ يا اخي اتق الله، بطل تدليس. ما قالش القران لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب يعني قله منهم، يعني اهل الكتاب مش كلهم كفار. ما قالش القران ما كده. انا قلت كده قدامك يا اخي الله يهديك. قلت ايه؟ انت قلت اهل كتاب وكافر مع بعض. يا اخي قلت من اعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله فهو اهل كتاب غير كافر. خلاصه الكلام. من اعتقد انه ابن الله او ثالث ثلاثه مع الله او هو الله. امال ايه؟ انا ليا دعوه بالمخاطبه بالوصف. القران قال في مجمل القران كله يا اهل الكتاب. ليه انت بتقول يا كافر؟ وجبت منين ان هم اهل الكتاب وكافر مع بعض؟ احنا بنعمل سلطه. في من اهل الكتاب من معتقده هذا فهو طب النائب بقى بتاع الرئيس هيطلع من الثاني، انت مالك؟ لو عبد الله ورسوله انت مالك؟ تساله انت مالك؟ هو مسيحي ده معتقد اللي بيقولوا. مش بيقولوا بسم الاب والابن والروح القدس. مين قال لك؟ عقيده الصلب وعقيده الفداء. انت مالك؟ هذه عناوين. انت مالك؟ يمكن ليها معنى تاني عندهم. دي في لا دوله ملهاش معنى. احنا دارسين اديان يا اخي. وربنا ما كانش عارف المعنى؟ يا اهل الكتاب لما نقول يا اهل الكتاب اتق الله. وان يحكم اهل الانجيل بما فيه. اتق الله. ربنا عارف ولا ما عارفش ان اهل الكتاب كفر ولا مش كفر؟ اطلاق المعرفه على الله لا يجوز. قل يعلم ولا تقل يعلم. طيب يا سيدي، انت دلوقتي ربنا خاطبهم على طول القران وعرضه باهل الكتاب، ليه ما تتادبش بادبه؟ يبقى كويس كده.
وما تقولش عليهم كفار، عشان ده حتى غلط قانوني نوديك الاسم. لا والله، لا والله زي القضيه اللي عندك ليس خطأ قانونيا والله.